هلا وليغا، جيتكم من جديد. نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدروس اللي فاتت ان شاء الله، وهذا درس قوي. وكما انا وعدتكم ان الاول ديالو غيكون معلومات، والاخر ديالو ان شاء الله غادي نديروا من اهم التمارين اللي مخلينك مخلينك في حالة عصبية، مخلينك ما تعيش السلام الداخلي اللي هو المفتاح الثاني يا صديقي العسل للوصول للغنى والنعيم. المفتاح الثاني. ولكن قبل ما ندخل ليه نعرفكم متشوقين، نعطيكم معلومات على السريع. صاحب الكتاب العظيم روبرت كيوساكي، الأب الغني والأب الفقير، قال لهم أنا كان عندي أب غني وأب فقير. أبي الفقير كان كيقول لي ادرس جيدا لكي تجد شركة تعمل فيها. أبي الغني كان يقول لي ادرس جيدا لكي تجد شركة تشتريها. الله الله. شوف فرق في طريقة التفكير رهيبة 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 رهيبة. طريقة التفكير مهمة في حصد الأموال، مهمة في العيش في رغد أو العيش في نعيم. لأنك إذا احتفظت في نوع من الأفكار في ذهنك وهي ليست متوافقة مع طاقتك، راح تجيب معك نتيجة عكسية. بمعنى الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني الرزق عبارة عن دبدبات في السماء، ماشي في الأرض. في السماء رزقكم. يعني الرزق عبارة عن دبدبات، وانت لازم تكون متوافق أو متناغم أو متوازن مع تلك الدبدبات باش تحصل على ما تريد، باش تحصل على الغنى. كاين إنسان اللي كتلقاه هو في المستنقع، هو هنا في الدور الأرضي، الوعي ديالو منخفض وتردداته منخفضة وأفكاره سلبية، والغنى هنا وعي عالي، طاقة عالية، استحقاق، امتنان، الشكر. لا إن شكرتم لأزيدنكم. أنا قلتها في الفيديو السابق وأنا نقولها هنايا. كتلقى طاقته عالية في الدور 17. واش هاد الجوج متوافقين؟ لا، مستحيل. داكشي علاش كيبداو يجيوك تحديات. هادوك التحديات ملي كيجيوك انت عبارة عن صحوات، خاصهم يفيقوك باش تزيد تهز في الوعي ديالك، وانت غادي 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 حتى كتولي ملي كتولي تهتز في هذا التردد كتولي متوافق مع طاقة المال. حتى لو حدثت الوفرة في حياتك ما غاديش تأثر عليك بشكل سلبي، لأن بزاف ديال الناس الوعي ديالهم منخفض. ملي كيجيوهم الفلوس كيستعملوهم في طريقة سلبية، يشرب بهم، يفسد بهم، يدير بهم بزاف ديال الحوايج اللي خايبين، يدير شي حوايج اللي زين. علاش؟ حيت الوعي ديالو طايح منخفض، ما عندوش وعي. ولكن ملي كيكون عنده وعي عالي كيولي يدير بهم بزاف الحوايج زوينين. هذاك هو المعنى الحقيقي للشكر. الشكر ماشي هو نقول الشكر لله، الحمد هو نقول الحمد لله، أن أحمد الله على داك الشيء اللي عندي. ولكن الشكر، الله ملي كيقول لك لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر هو أني عندي نعمة أنعم الله علي وكنفيد بها الناس. أنا هنا كنطبق الشكر حرفيا، كنحصد كارما إيجابية، والله سبحانه وتعالى كيزيد يفتح لي أبواب، كيبقاو الفتوحات ديما عندي، وكيتيسر لي كل شيء، وكنبقى أنا عايش في وفرة وعايش في رغد وعايش في نعيم بدون حدود. لأن خزائن الله لا تنفد، خزائن الله لا تنفد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وانا ديجا قلت لكم في الكورس اللي فات، الله سبحانه وتعالى قال وآتاكم من كل ما سألتموه. آتاكم فعل ماضي، آتاك وآتاك. ولكن هاد الشيء اللي انت عليه دابا راه من نفسك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما أصابك من مصيبة فمن نفسك. ما أصابك من سيئة ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ومن حسنة فمن الله. يعني أي حاجة
ماشي حتى اللي هي كتصيب انت، راه من النفس ديالك انت، راه ماشي من الله سبحانه وتعالى. الان ندوزو للتمرين. كيفاش انت ما عايش في سلام داخلي وعايش لا هذاك ما نتبعوش، لا هذاك ما نديرش لي جيم، لا هذا ما نديرش كومونتير، هذا اللي كيهضر في الفيديو هذا ولد الحرام، هذا كيفعل، لا كيكذب كيدير. هنا دخلتي في قانون ديال ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يعني كذب بجميع الكلام الايجابي اللي كيتقال دابا. سنيسر للعسرة. هذاك الشيء علاش انت ميسر للعسرة. انا عطيتك معادله بسيطه، الا فككتيها غتنور حياتك. ولكن ملي انت كتصدق، انت كتعيش في حاله تسليم. انا كنشوف واحد انسان سميتو رشيد ومنصف دايرين واحد القناه، وكندخل كندير كومونتير، كندير لايك بكل حب بكل يسر. الله، تخيل معايا الشعور، تخيل معايا داك الشعور، عرفتي كتنتقل من النسخه ديال ريلاكس. هذا هو السلام الداخلي. السلام الداخلي هو انا مش مسؤول على اخطاء الاخرين، مش مسؤول على نجاح الاخرين، مش مسؤول على واحد جا دار هادي دار الله يشافيه مسكين، واش بغي نعاونك مرحبا اسمح لي الله يعاونك. انا في سلام اصلا، انت كلك اصلا سلام. كتبقى خدام عليها. انا مش مسؤول على هذه، خدام على انا ماشي مسؤول على النجاح ديالي، انا خدام على هاد النقط حتى كتوصل للبلافو ديال السلام الداخلي. انت اصلا طبيعتك سلام، انت اصلا خلقك الله في سلام. يجب ان تكون في سلام. كيبقى الاوتو بايلوت يولفها وكي ياخذها ويبدا خدام عليها، انت كتولي عايش في سلام داخلي. انا نشرح لكم كيفاش ملي كتكون ما عايش في السلام. الى هذا هو التمرين اللي انا ضربت لكم عليه، من اقوى التمارين على سطح الارض. لنفرض هذا قلم او اي حاجه، وانت ماسكه بحال هكا بيدك وضاغط عليه بالقوه ديالك، بحال هكا ضغط اكثر، ضغط بالقوه ديالك، ضغط زيد ضغط بالقوه ديالك. الان هذه المنطقه وانت في حاله سلام ولا في حاله حرب؟ في حاله حرب. حاله حرب. هكا نتايا ملي كتكون هكا مستحيل انت في حاله حرب وغادي تجي الوفره لحياتك، ولا غتكون متناغم مع طاقه الرزق وطاقه المال، وغتكون بخير وتكون في نعيم وتكون في مستحيل وانت في حاله حرب. انت هكا مكنزز ديرها، مستحيل حياتك تمشي مزيان، مستحيل. انت اللي غتطلق القلم خليه يمشي يا صديقي العسل. شوف دابا الله، الان يدك في حالة حرب ولا حالة سلام؟ حالة سلام صح؟ هنا فين كيبدا يدخل لك النعيم يا صديقي العسل، واشوفك في الفيديوهات الجاية.